بسم الله والحمد لله. مفتتح السور سورة آل عمران. نعيش مع الآية الثانية وهي قول الله سبحانه جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آية الكرسي في سورة البقرة التي منحت صفة أعظم آية في القرآن كما قالها أبي بن كعب للنبي عليه الصلاة والسلام، افتتحت بهذا النص الذي افتتحت به سورة آل عمران. ومن أهل العلم من يرى أن هذين الاسمين هما اسم الله الأعظم: التوحيد، الإخلاص، التجرد، كل تفاصيلهم لخص في هذا النص الإلهي القصير. الحي الذي لا يموت، والقيوم على كل أمر في الأرض والسماء في الدنيا والآخرة، هو وحده من يستحق العبادة، وحده لأنه صاحب الصفات الكاملة وحده. فبعد ذكر العبودية المطلقة جاء ذكر صفاته المطلقة، فلا تطع إطلاقا إلا أمره، ولا تسلم على وجه الإطلاق إلا لما جاء به سبحانه جل في علاه. الحي من أسماء الله التي تشعرنا بالحياة التي منحنا إياها. يشعرنا هذا الاسم بوجوب إحياء النفس وإحياء الجسد وإحياء المشاعر، ولن تكون الحياة إلا بالمنهج الذي جاء به الحي سبحانه ليحيي به قلوب البشر التي ماتت فبعدت وقست وفسدت. الحي نتعبد الله بهذا الاسم بإحياء دينه وإحياء سنة نبيه وإحياء قيم الإسلام التي حفظ الله بها حياة الإنسان. نحيي النفوس بالتوحيد الذي أماته الشرك، ونحييها بالعلم الذي أماته الجهل، ونحييها بالحرية التي أماتها الاستبداد. القيوم هو سبحانه القائم بتدبير خلقه، والقائم على كل نفس بما كسبت، والقائم على الوجود بأسره. القيوم الذي لا يزول ولا يحول، العالم بدقائق الأمور وخفاياها سبحانه جل في علاه. فتعبد الله بهذا الاسم من خلال قيامك لربك في صلاتك: قم الليل إلا قليلا، وقيامك لربك في دعوتك: قم فأنذر، وقيامك لربك في عملك وكل شؤون حياتك إلا ما دمت عليه قائما، وقيامك لمواجهة الباطل وصد الظلم وإنكار المنكر. فدين الله لا يحمله من قعد قلبه ولو تحرك كل جسده، فلا تأذن لقلبك أن يقعد. وتذكر أن مقعدا حمل صفة شيخ الشهداء أحمد ياسين، استطاع أن يقيم وأن يحيي أمة، وأن يرفع راية الجهاد فيرفع راية الإسلام، ويشعر المسلم اليوم بالاعتزاز لفعل بدأه رجل كان مقعد الجسد لكن قلبه قام لله. فلا تأذن لقلبك أن يقعد. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد.